السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مطبخ زمان. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كل شهر وانتم طيبين. النهارده هصور معاكم بقى مشتريات الشهر واحدة واحدة، وهنشوفوا جبنا ايه الشهر ده ان شاء الله، اللي عندنا ما جبناهوش واللي محتاجينه جبناه. واحدة واحدة يا حبايبي. الدقيق. طيب النهارده الشهر ده جبت 3 اكياس دقيق، معلش الكيس اتعمل مني. 3 اكياس دقيق اهو. وجبنا المكرونة، جبنا بقى معانا نوع جبنه عشان هنعمل مكرونه فرن، ودي عقل صغيره اهي. وجبنا 2 كيلو سايبه عقل بردك عشان هنعمل كشري اهي حبايبي. وايه، وكيلو سباكيتي. انتوا عارفين ان انا بحب ايه، احب اجيب المكرونه سايبه. وكمان جبت وده كده 2 كيلو رز فلاحي. جبت 2 كيلو عشان كان عندي، انا كملت بس. انا قلت لكم انا هجيب الحاجه اللي عندي هكمل عليها، مش هجيبه خلاص. ده كده ايه الرز. يبقى انا جبت دقيق وجبت مكرونه، جبت 3 دقيق وجبت 4 مكرونه وجبت 2 كيلو رز. وجبت سندباد وجبت 3 ازايز خل. انتوا عارفين انا بحب الخل، اغسل بالخضار، امسح بالبوتاجاز بال او الحوض او الرحوم الفراخ، يعني احب انضف الفراخ. وجبت حبايبي تاني بكليات بردك، عايزه اقول لكم جبت نص كيلو رز بسمتي عايزاه، وجبت نص كيلو عدس، ونص كيلو فريك عشان انا طبعا بادئه ضيف عايشه على الفريك بدل الرز. وجبت نص كيلو فول بصاره، هنعمل بصاره او فلافل، وذره بشار جبت نص كيلو عشان التسالي. وجبت نص كيلو فول هدمس، يعني انا ما جبتش كيلوات صراحه، جبت انصص. طبعا انتوا عارفين الميزانيه، مشي نفسك على قد ايه الميزانيه، مش لازم تجيبي كيلوات، جيبي انصص وجيبي تاني. لا الحاجه لو خلصت جيبي تاني، مش عمرك ما هتخلصي دول في شهر. ماشي. طبعا جبت 3 اكياس ملح. انا ما بقول لكمش الاسعار يا حبايبي عشان في كل منطقه تحسي الاسعار مختلفه، بدل ما انا اقول لكم سعر وتروحوا تجيبوا بحاجه تانية. جبت 3 اكياس ملح. عامه الكيس الملح ده ب5 جنيه عشان ما تزعلوش، ابقى قلت لكم سعر حاجه. ماشي. وجبت طبعا علبه سمنه كريستال، انتوا عارفين انا بستعمل علبه السمنه، بجيب علبه سمنه. وجايبه قالب زبده هوريه لكم دلوقتي. طبعا جايبه علبتين كريم كراميل، وجبت كريم جانتيه عشان بنعمل الكيكه وهزوقها. ماشي. ودول شويه بيكنج باودر، على خميره فوريه، على فانيليا، شويه حاجات كده بجيبهم، لازم اجيبهم انا يبقوا عندي. وجبت طبعا 4 علب جيلي عشان الروان. جبت بس باكو شاي، وجبت باكو نسكافيه، وعلبه الصلصه اللي انتوا لازم اجيب علبه صلصه بس بتساعدني جنب الطماطم، يعني ساعات الطماطم بتبقى فاتحه شويه اروح حاطه معلقتين سمنه او صلصه او حاجه. ماشي. وده كيس فروتشي انا جايباه عشان هعمل كيكه برتقال. وده النسكافيه من الشيخ، وده باكو شاي ما جبتش مكمله، يعني انا كان عندي بس قلت اجيب كيلو ولا حاجه، باكو ولا حاجه. وطبعا الزبده الفرن اهي. نص سمسم حبايبي هعمل طحينه. وجبت توم كمون عندي خلص. وجبت علبه مرقه، انتوا عارفين انا بحب المرقه، بس انا فضيتها في البرطمان، انا بقطع الورقه وفضيها في البرطمان. وجبت نص عدس اصفر ما وريتهولكمش مع البقوليات اهو. وكيس اكياس الحراري الحاجات اللي في الفرن. ماشي. عشان يبقى عندنا جبت 3 كيلو دول، ده كيلو في كيلو على بعضه. وجبت انصص عشان النص يبقى خفيف لما يتفتح مثلا، وكيلو لو هعمل مكرونه، هعمل رز بلبن، هعمل حاجه، يبقى انا عندي كيلو كامل للمعيار. وجبت ايه 2 كيلو سايبين كده. دي الحاجات النواشف، ولسه هوريكم جبت حاجات خضار شويه، حاجات بسيطه هوريها لكم. الم الحاجه دي وهرجع لكم تاني.
شويه الحاجات اللي انا جبتهم النواشف، جبت شويه، ما جبتش حاجات كتيره. جبت بطاطس، البطاطس نزلت الحمد لله، كانت ب 25 وب 22 ونص، بس زي الفل اهي. انا جايباها ب 20 جنيه، جايب 4 كيلو. اخر حاجه بقى عند الراجل قلت له هاخدهم على بعضهم، فاعطاهم لي ايه ب 4 جنيه. والخيار جميل اهو، جبت الخيار ب 10 جنيه اهو. وجبت خيار تاني اهو ب 8 هملحه. ماشي يا حبايبي. وجبت نص كيلو فلفل كوبي، وخدت القرنين السبايسي ده. مفيش حاجه في السوق يعني، ان عشان انا نازل متاخر ما لقيتش حاجات. وجبت كابوتشايه دي ب 10 جنيه عشان هعمل برجر. وجبت خضره محشي، لا ربما اعمل محشي او حاجه، دول ب 10 جنيه. ربنا يرحمنا برحمته يا رب. وجبت ايه ب 5 جنيه جرجير، سلطه ولا حاجه يبقى فيه جرجير بس جميل مرعرع. ماشي. وجبت البطاطا الصغيره دي ب 5 جنيه، جبت 2 كيلو بطاطا كويس. وجبت طماطم، جايبه ال 2 كيلو ب 35 زي الفل، طماطم زي الفل. وجبت 3 كيلو جوافه، دي هعصرها يا جماعه، يعني هبدا اشيل بقى جوافه وكده زي الفل اهي. الثلاثه ب 20 جنيه، 3 كيلو ب 20 جنيه. وجبت طبعا فراخ، بس انا ما بنزلش الفراخ في القناه. جبت كيلو لحمه نصين، وجبت كبد وقوانص كيلو ونص، قسمتهم على طبقين. وفي محل جزارة فتح جديد بيعمل كفتة وبيعمل برجر، جبت نص كفتة اجربها، وكيلو برجر جربنا البرجر حلو جميل البرجر. ودي كانت مشتريات الشهر. وكل شهر وانتم طيبين. وما تنسونيش يا حبايبي بكومنت حلو منكم، واللي عجبه الفيديو يا ريت يكتب لي في التعليقات. ولو عايزين من نوع من الفيديوهات المشتريات دي اعمل لكم تاني. واللي ما اشتركش في القناه ينزل يشترك في القناه. وتعليق حلو منكم ولايكات بقى حبايبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.